السلام عليكم. نتكلم عن إدارة نادي الزمالك. إدارة نادي الزمالك من بعد الدكتور كمال درويش كان اللي ماسكها ممدوح عباس أو مرتضى منصور، والاتنين سواء ده أو ده أو بالأخص مرتضى منصور. كل اللي يفرق معاه اسمه والشو بتاعه، اللي هو يعني لازما اسمه كده الشو كله يبقى عليه هو. لازما اسمه محدش في النادي ياخد منه الشو، لازما هو اللي يتشكر. هو اللي لو نادي كسب بطولة لازما بيكون يتحط في الجرايد مرتضى منصور اللي جابها، مرتضى منصور اللي خلص اللاعب، مرتضى منصور اللي جاب مش عارف ايه، مرتضى منصور هو عايز اسمه يتحط في كل نادي الزمالك. هو اللي عمل، هو اللي انشأه اصلا، هو اللي جاب له بطولة، هو اللي خلاه على الساحة، هو اللي جدده، هو اللي مش عارف ايه. هو اهم حاجة تفرق معاه اسمه وفقط لا غير. هو والعيله دي، هو واولاده او المجلس كله عامه يعني. اسم مرتضى منصور هو عايز، هو راجل هو بيحب الشو فشخ. يعني هو ده اصلا يوم ما الجماهير رفعت صورة فرة في المدرجات كان عايز يمشيه ومشاه اصلا. قال لك عشان النتائج مش نتائج، هو ما بيفرقش مع الحاجات دي. هو ولا عمره بيحب نادي الزمالك، ولا عمره حبها، ولا عمره هيحبها، ولا عمره هيخدمها. هو ماسك الزمالك عشان يكيد في الاهلي لما صالح سليم مشاه وطرده وشطب عضويته والكلام ده كله. فهو مرتضى منصور ماسك الزمالك عشان يكيد في الاهلي، عشان يعمل في الاهلي اللي اتعمل في مرتضى منصور بس. انما هو ولا عمره هيحب نادي الزمالك ولا عمره حبه. مرتضى منصور ما يفرقلوش نادي الزمالك خسر كسب بطوله ما كسبش بطوله، هو بيحب لازم اسمه يتحط في كل الجرايد. ده مثلا لما في وقت ما النادي يكون مستقر وبيكسب بطولات والنادي ماشيه، لازم ان هو يطلع يضرب كده في ركن من اركان النادي. يعني مثلا يوم ما كنا بنكسب، كان الخطه وحشه، ماليش دعوه دلوقتي، ماليش دعوه بالفنيات دلوقتي ولا الحاجات دي كلها. نادي بيكسب سواء بقى بيلعب حلو بيلعب وحش، نادي بيكسب قام طلع قال لك فتوح بيشرب حشيش. يا راجل انت بتعمل ايه؟ في رئيس نادي يعمل كده؟ في رئيس نادي في العالم يقول على لاعب عنده كده؟ ده المفروض رئيس النادي لو شاف لاعبه بيعمل كده بيطلع يقول ما بيعملش كده عشان ما يخسروش. انت بتطلع تقول له ان هو بيشرب حشيش؟ هو اصلا ما بيشربش. انت عارف مخاطر اللي انت بتعمله؟ هو مش مستوعب. هو كل اللي وبعد كده يطلع يقول لك بقى انا هقاضي اللي قال على فتوح ان هو بيشرب حشيش. طب ما انت اللي قلت. انت عبيط ولا ايه؟ طب ما انت اللي قلت. فهو ما يفرقلوش اي حاجه، هو كل اللي يفرق له اسمه والفلوس اللي بياخدها من النادي. سيبك من الناس اللي تقول لك هيجيب فلوس، هو الناس دي هبله فشخ والله، صعبانه عليا. هو ما بيجيبش فلوس ولا حاجه. هو مثلا لو دخل جنيه بياخد قصاده 100 جنيه. فهو اذا كان هو واولاده، هو والله العظيم فاتحين بيوتهم من سمسرة فلوس النادي. والله المفروض يفتحوا قضيه مال عام، نهب مال عام بتاعت الدوله من الزمالك. هيتلاقي اللي هم العيله دي كلها عاملين ثورتهم، عاملين ثروتهم من فلوس النادي. اذا كان المجلس كله اصلا مفيش حد في قناه النادي، ده اصلا قناه نادي. المهم يعني مفيش حد في القناه او في النادي او في المجلس كله خايف على نادي الزمالك. كل المجلس بيشتغل عشان اسمه وعشان فلوسه، او بمعنى اخص عشان مرتضى منصور. وحتى مرتضى منصور لما مثلا يعمل للجمهور حاجه يطلعه مثلا على حسابه، يجيب لهم اكل في السفر، يطلعهم اتوبيسات خاصه من النادي، يفتح مثلا يجيب يدخل الجمهور المدرج يزوده. اي حاجه من دي ومش بيعملها لسواد عيونك، لا، وبيعملها عشان بعد كده يكون ده رصيد عندك وتنتخبه. عشان بيعملها عشان لما تيجي تشتمه يقول لك بس ده انا عملت لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويفضل يذلك. عشان الجمعيه العموميه تقول مرتضى منصور بيعمل كذا، بيحب النادي، بيخدم كذا كذا كذا، انا هنتخب مرتضى منصور الانتخابات الجايه. فهو ما بيعملهاش كده، لا، مرتضى منصور ذكي. مرتضى منصور بيعمل ده كله عشان بعد كده في الانتخابات يجي بقى يقول لك انا عملت لك فانا ليا رصيد عندك، فانت هترده لي في الانتخابات وهتنجحني، وهكذا. هو شغل سمسرة، شغل عصابات بمعنى اصح. هو مفيش حاجه يعني يحرق ميتين المشجع اهم حاجه يعني. هو بيفكر كده. انا مش قادر اتخيل ازاي فئه من الناس بتدعم مرتضى منصور. يعني مش قادر اتخيل ان في فئه من الناس امها بتتشتم بالليل وتصحى الصبح تقول معاك يا سياده المستشار. معاك إيه يا عم انت؟ يا عم فكر بالعقل شويه، انت اتهبلت يا ابني؟ معاك سياده المستشار اللي بيطلع يشتم امك بالليل تطلع تدعمه الصبح يقول لك ادعمني؟ انت عبيط. ف والله ما شايف حد مش شايف فئه تكون زعلانه على مرتضى منصور ان هو اتسجن غير انها عبيط، غير انها عايزه تعالج نفسيا، غير انها ملهاش عيش اصلا، ملهاش انها تعيش معانا في الكوكب ده. لو انت فين كرامتك يا ابني؟ بامك تتشتم كل يوم بالليل على القناه وتطلع تقول لي استقرار نادي الزمالك؟ لا مؤاخذه في الكلمه، يعني انا النادي بتاعي اللي انا بعشقه، بس لا مؤاخذه في الكلمه ميتين الزمالك عشان كرامتك وامك يا ابني؟ انت عبيط. زي ايطاليان زملكاوي والمختلط، الناس دي ما لهاش ان هي تعيش في البلد، والله ما لهاش ان هي تشجع كره او تمسك موبايلات اصلا.
اللي هو انت ازاي امك تشتم بالليل يطلع يقول لك انتوا مبوله، انتوا مش عارف ايه، امك دي انا امك صاحبتي، امك دي اللي بديها بالجزمه، امك مش عارف ايه، وتطلع لي بالليل تكتب لي بوست 50 سطر على قد ايه مرتضى منصور جامد. يا ابني ده لسه بيشتم امك يا ابني، طب حتى استبر شويه. فانا ده الحمد ده والله العظيم رحمه، ربنا رحمنا من الاداره دي خاصه مرتضى منصور. فانا مش شايف بصراحه يعني ناس زعلانه عليه غير انها ما عندهاش كرامه، يعني الناس ما تستحقش انها تعيش والله. فهو زي ما انا قلت ان هو عايز اسمه هو اللي يفضل موجود، مش عايز الناس تاخد السبوت او تاخد الهايلايت منه. هو عايز يكون هو اللي موجود في نادي الزمالك، هو اللي عمل كل حاجه. هو مثلا بطوله جاب بطوله يطلع يقول لك ايه انا اللي خدت البطوله. يعني مثلا نكسب بطوله بمدرب يقول لك المدرب ده وحش، عارف المدرب هياخد منه الاضواء، لا المدرب ده وحش مشي المدرب ده، انا اللي خدت البطوله، انا اللي مش عارف ايه. هو عنده كده وعنده اسمه وفلوسه، انما ميتين الزمالك بالنسبه له. فكان لازم يمشي، الحمد لله ان هو مش حاليا. بقى الضرر اللي هيفيد النادي او الضرر اللي هيجي على النادي ان هو لو كملوا بنفس المجلس ده وجابوا رئيس تاني بداله، لا لازم أن المجلس كله يتحل، وده اعتقد مش هيحصل، ودي مصيبه اكتر. لازم أن المجلس كله يتحل، المجلس ده تابع لمرتضى منصور، المجلس ده هيخدم مرتضى منصور، المجلس ده لو مرتضى طلع النهارده هيعينوه تاني، المجلس دوت طرطور مرتضى منصور. ما ينفعش المجلس ده يدنيه موجود في الزمالك، لازم أن يتحل ويجي مجلس تاني على ما يجي مجلس منتخب. والمجلس المنتخب لازما يكون رئيس النادي حازم امام او حتى نائب النادي. لازم حازم امام يكون نائب النادي او رئيس النادي، لازم رمز من رموز النادي اللي بتحب النادي، من الكوادر اللي صنعت شعبيه اسم نادي الزمالك، تكون موجوده تكون موجوده في رئاسه النادي. والمجلس كله بقى رجال اعمال. انسب احلى مجلس والله. سيبك من اللي يقول لك انا بحب النادي وهمسك جمال عبد الحميد اهو، اسطوره من اساطير النادي، بس بيعمل ايه؟ كلب مرتضى منصور، طارق يحيى، خالد الغندور، الناس دي كانت لعيبه كوره، الناس دي كانت حريفه بتعمل كده جون كده جون، كان اساطير والله. بس حاليا ايه؟ حاليا طراطير مرتضى منصور، كله لاجل الفلوس. وانت في ده يا ابني، ده مفكرين ان كده بيخدموا النادي، انما ده غلط فشخ يعني، ده هبل عك في عك والله. فانا لازم حازم امام ده يكون رئيس النادي او اي كادر من كوادر النادي اللي بتحب النادي. بس حسن شحاته خلاص تقريبا راحت عليه يعني، فاروق جعفر برضه يبعد عن الصوره ده، ربنا ينتقم منه. فهو لازم حازم امام انسب واحد ان هو يمسك النادي. المجلس كله بقى يكون رجال اعمال، بقى رجال اعمال او ناس كوادر في البلد محترمه بتحب النادي، بتحب النادي بجد. والله العظيم انا متاكد لو في واحد من جمهور الزمالك اتحط في المجلس ده، شوف هو واحد من الجمهور لا يفقه اي حاجه، والله العظيم هيشتغل بضميره احلى من الناس دي كلها. مفيش زي جماهير النادي ايا كان بقى. يعني مثلا عندك نادي الاهلي، اي نادي شعبي، ما حدش هيحب نادي اكتر من الجماهير بتاعته. كل اللعيبه اللي عملت اسم الزمالك دي عملته بمقابل، خدت فلوس، انما الجمهور الوحيد اللي بيشجع من غير مقابل. فانت حازم امام ده انا بنحسه مننا. فحتى شيكابالا لما يعتزل انا نفسي يتحط في المجلس. برضه شيكابالا نفسه يتحط في المجلس، شيكابالا طول عمره في التالتة يمين، طول عمره مع الناس في المدرج. فانا حازم امام يتحط، الباقي كله بقى رجال اعمال بقى في المجلس. اذا كان عايز تحط لي واحد او اتنين ماشي، وتجيب لي مدير كوره عارف يعني، مدير كوره عينه حلوه، مدير كوره بيعرف يجيب لعيبه زي مثلا طارق السيد، او اسمه طارق تقريبا هو اللي جايب زيزو تقريبا دوت، اللي كان بيقول لك شامم ريحه الدوري، هو ده عينه حلوه. دي ليه ما يتحطش في مكان امير مرتضى منصور؟ ليه ما يتحطش يجيب لعيبه ويخدم النادي زي ما النادي خدمه قبل كده؟ فانا بصراحه انا مش شايف فكره انك تكمل بالمجلس ده او تعين مجلس اي كلام. لازما مجلس يكون محترم، مجلس يخاف على سمعه النادي، مجلس. انا عايزك بس تقول لي كده، هات لي واحد في المجلس دوت لما الزمالك بيخسر بيزعل. هو كل اللي هو ايه؟ هو بياكل وبيشرب بياخد فلوسه مية مية، خلاص يا عم، ماجي النادي يخسر يكسب يا عم ولا هتفرق لي يا عم، خلاص انا بكسب، انا باخد فلوس، انا ماليش دعوه بالنادي. والله العظيم مش حد بيزعل غير الجمهور، هو اللي بيزعل. الجمهور هو اللي كل ماتش النادي بتعادله او بيزعل او بيخسر، الجمهور هو اللي بيتحرق دمه. انما سواء لعيبه بقى، مش ده اذا كان يعني مثلا اجيب لك ايه، شايفين رئيسهم مش همه النادي، ايه الله خير هنعوض المره الجايه، فاللعيبه هتزعل ليه؟ ما اللعيبه بتاخد فلوسها، ما يدينك بقى خلاص. والله العظيم ده اللي بيحصل، انت بتفضل تطبل اللعيبه لحد ما بيركبوك انت ذات نفسك اصلا. فالمجلس ده ما يفرقلوش. انا ما بقارنش يعني مثلا لما اجي اضرب مثال بالنادي الاهلي، ما بقولش النادي الاهلي احلى مني، لا انا بشجع الزمالك وشايفه اعظم نادي في الكون. بس مثلا النادي الاهلي دلوقتي
مين اللي ماسكه؟ محمود الخطيب. محمود الخطيب صفر في الاداره. الاهلاوي قبل الزملكاوي عارف ان محمود الخطيب صفر في الاداره، مالناش دعوه بده. بس محمود الخطيب بيحب النادي الاهلي، وكان اسطوره من اساطير النادي الاهلي، وعارف قيمه النادي الاهلي، عارف يعني ايه ما ينفعش يخسر، تمام. فلما النادي الاهلي بيخسر، شوف ايه اللي بيحصل، اللعيبه بتتعاقب، واللعيبه والاداره بتنزل عليهم بالجزمه. في نادي الزمالك ما فيش كده. في نادي الزمالك لو خسرت ماتش ولا اي حاجه، تلاقي اللاعب سهران والدنيا زي الفل، ولا زعلان ولا اي حاجه، الجمهور هو اللي بيزعل. فانا مش شايف مبرر غير انك تكمل بالاداره دي. اصلا الاداره دي كانت مش عارف مين اللي ماسك مرتضى منصور اصلا من الاول، مين اللي دخله النادي. حرام يا جدعان والله. والله طول عمر الزمالك مشكلته في الاداره، مش في الكوره ابدا، مشكلته في الاداره. ان انا ما فيش قرارات، ما فيش حاجه، ما فيش عقاب للاعيبه ديت لما بتخسر. ما ينفعش اخسر كده، اخسر ماتش واقول هعوض في اللي جاي واطلع اتفسح. يا عم انت عبيط، النادي ده وراه جمهور بالملايين يا جدعان. ما ينفعش الاداره تكون سايبه اللعيبه كده تخسر ماتش، ترجع تقول الماتش الجاي هيكسب، خلاص ما فيش حاجه حصلت. لا، قفلهم على الواحده عشان بعد كده يموتوا نفسهم في الملعب. ما ينفعش بقالك 3 سنين في مجموعه في افريقيا تطلع من المجموعات مش عارف تكسب ولا ماتش، ده نصيبه. ففي حاجات كتير فشخ في النادي عايزه تتغير والله. بس هو ابرزها بتتلخص في الاداره. الاداره دي لو اتشالت وجت اداره بتحب النادي، اداره عايزه تعمل لمصلحه النادي، اداره من ولاد النادي اللي بيحبوا النادي بجد، اللي خايفين عليه، الزمالك هيتحط على الطريق الصح. انما طول ما احنا شغالين بالمجلس دوت، لا والله، كان الله في العون، ومفيش اي حاجه هتتغير في النادي.